أهلا بيكم معانا في قناة عظماء غيروا التاريخ. قبل ما نبتدي قصتنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وياريت إعجاب بالفيديو. طول عمر وطننا الحبيب مصر وربنا رزقه بأبطال فعلا كان كل همهم إن كرامة البلد دي تكون في كل شيء. لا فكروا في أولادهم ولا فكروا إنهم لو ماتوا ولادهم يعيشوا إزاي، ولكن فعلا ربنا اصطفى ناس معينة من عباده علشان يدافعوا عن دينه وعن كرامة شعوبهم. ومن الأبطال دول هو الفريق مذكور أبو العز اللي مشير ديان بنفسه كان طالب رقبته، وجولدا مائير هددت بناس في قريته. واتولد البطل مذكور أبو العز 13 مارس سنة 1918 في قرية ميت أبو غالب التابعة لكفر سعد ومحافظة دمياط، والتحق بالقوات الجوية سنة 1937. ولما اتخرج كان عمره 19 سنة علشان يكون أصغر ضابط في الجيش المصري كله. وفي سنة 1956 اتعين مدير للكلية الجوية، وكان بشهادة كل الطلبة اللي اتخرجوا من تحت ايده انه كان فعلا طيب القلب، حاسم في قراراته، شديد الالتزام. ولما حصل العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 انضربت كل الطيارات المصرية وهي على الأرض. وبعدها طالب البطل مذكور أبو العز من الفريق صدقي محمود قائد القوات الجوية انهم يعملوا دشم ومخابئ للطيارات ويتم عمل ممرات تحت الأرض علشان يكون أول واحد في مصر يطرح الفكرة دي. ولما عرض الفريق صدقي محمود الفكرة دي على المشير عامر واللي كان ساعتها قائد العام للقوات المسلحة رفض الفكرة دي، وطبعا دي كان رد فعل غريب جدا. لا وكمان تم عزله من منصبه. ولما حس انه ليه شعبية كبيرة وسط الطيارين اللي كانوا تلامذته عرف الرئيس جمال عبد الناصر باللي حصل، واضطر انه يعينه محافظ لأسوان خلال فترة إنشاء السد العالي من سنة 1964 لسنة 1967. وطبعا علشان البطل مذكور أبو العز كان عارف معنى ايه كلمة خدمة وطن، قبل بالمنصب الجديد ولكنه ما كانش شايف نفسه فيه وما كانش مرتاح، ولكنه برضه على عادته أبدع في مكانه. وفي خلال توليه منصب محافظ أسوان أنشأ كورنيش أسوان، ده غير عشرات المشاريع القومية اللي عملها في المحافظة. وبعد كده حصلت نكسة 1967 وانضربت الطيارات المصرية كلها وهي على الأرض، وطبعا لأن محدش سمع كلامه وعملوا دشم ومخابئ للطيارات، وده طبعا اللي كان متوقعه البطل مذكور أبو العز. ولكن أصدر أوامر لقائد مطار أسوان الحربي إنه يحرك الطيارات اللي موجودة لأقرب مطار في السودان، لأن أكيد العدو الصهيوني هيضرب مطار أسوان الحربي. وفعلا بعد دقائق من خروج الطيارات المصرية من المطار وصل طيران العدو وابتدى في قصف المطار، ولكن المطار كان خالي من الطيارات. وعاوز أقول لحضراتكم إن دي تقريبا كانت الطيارات الوحيدة اللي نجت من القصف الإسرائيلي في الوقت ده. وبعد النكسة بأيام بسيطة طلب عبد الناصر بعمل هيكلة كاملة للجيش المصري، وكانت من أصغر ضابط لأكبر قائد في الجيش. ومن ضمن التغييرات اللي حصلت وهي إن جمال عبد الناصر طلب تعيين البطل مذكور أبو العز قائد للقوات الجوية، وتعين برتبة فريق. وبعد صدور القرار بعتوا طيارة خاصة لأسوان علشان تنقل البطل مذكور لمطار ألماظة علشان يتولى مهام منصبه الجديد. وطلب مقابلة الرئيس عبد الناصر أول ما وصل القاهرة، وكان طلبه نفس الطلبات القديمة وهي بناء دشم ومخابئ للطيارات، وطبعا تمت الموافقة على كل طلباته. وبدأ في المرور على كل المطارات اللي انضربت من الإسرائيليين وقدر يحدد الخسائر اللي خسرتها القوات الجوية، وكانت أولوياته ببدء تصليح المطارات وبناء الدشم للمطارات الأمامية اللي كانت قريبة من سيناء، وبدأ بإعادة تأهيل الطيارين واستعادة كفاءتهم وثقتهم بنفسهم. وقدر إنه يجمع كل الطيارات اللي كانت تنفع إنها تتصلح، وأمر بدخول الطيارات دي للورش وإعادة تصليحها، وكان عدد الطيارات دي وصل لحوالي 250 طيارة. وفي نفس الوقت كل اللي بيفكر فيه هو رد سريع وقوي على الإسرائيليين، لأن إسرائيل في الوقت ده كانت عايشة في حالة غرور طاغي لدرجة إن الطيارات بتاعتها كانت بتلف الجمهورية كلها طول الوقت. وطبعا أهمية العملية دي هي كانت هترفع الروح المعنوية للجنود اللي انسحبوا للشط التاني للقناة واللي كانت نفسيتهم وروحهم المعنوية في الأرض. وبعد 40 يوم من النكسة وبالتحديد يوم 14 و 15 يوليو أمر البطل مذكور أبو العز ال 250 طيارة مصرية اللي أمر بصيانتهم تشن غارة جوية مكثفة على كل القوات الإسرائيلية الموجودة في سيناء.
وكانت أوامر البطل المذكورة أبو العز للطيارين المصريين إن الطيارات تكون على ارتفاع منخفض علشان ما يتمش رصدها من الرادارات الإسرائيلية. وكان أسلوب الطيران ده قبل النكسة كان ممنوع على الطيارين المصريين. وبالمناسبة فضل أسلوب الطيران المنخفض بيتم العمل بيه لغاية الضربة الجوية الأولى في حرب الكرامة سنة 1973. والعملية دي كبدت إسرائيل خسائر فادحة في الأفراد والطيارات والمعدات، ده غير حالة الخوف والرعب اللي انتشرت وسط الجنود الإسرائيليين. والعملية دي كانت صدمة للقيادات الإسرائيلية كلها، ورجعت كل الطيارات المصرية من غير خدش واحد. والمفاجأة بقى إن الإسرائيليين طلبوا من عبد الناصر وقف إطلاق النار بعد ما عرفوا يتأكدوا إنهم غلطوا غلطة عمرهم بدخولهم للأراضي المصرية واحتلال قطع عزيزة على كل مصري. وهددت جولدا مائير بنسف القرية اللي منها الفريق مذكور أبو العز. ولكن رد الرئيس جمال عبد الناصر على الإسرائيليين قال لهم اسألوا مذكور الأول. وبعد العملية دي حست القيادة المصرية إنها هترجع تقف على أرض صلبة من تاني. ولكن حصلت الصدمة والمرة التانية، وهي إن صدر القرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وهي إن يتم تعيين البطل مذكور أبو العز مستشار لرئيس الجمهورية ويتم إبعاده من القوات المسلحة. وعلى حسب المصادر اللي علقت على القرار ده، وهي إن البطل مذكور أبو العز كانت ليه شعبية كبيرة جدا داخل القوات المسلحة، وإن الشعب المصري كله بدأ يردد اسمه، وكان في الفترة دي صوته انتشر في كل أرجاء البلاد. وطبعا المقربين من جمال عبد الناصر شاروا عليه بالقرار ده علشان يبعدوا عن الأضواء. وكان رد البطل المذكور إنه قدم استقالته للرئيس جمال عبد الناصر، ولكن عبد الناصر رفض الاستقالة في الأول، وبعد فترة قبل بالاستقالة. أما بقى السبب الثاني إن البطل الفريق مذكور ما كانش على وفاق مع خبراء الروس اللي طلبهم عبد الناصر علشان يعيدوا تأهيل الجيش المصري بعد النكسة ويدربوهم على الأسلحة الجديدة، وكمان دايما على خلاف معاهم، وخصوصا بعد ما قابل رئيس أركان الجيش الروسي واسمه المارشال زغروف، لأنه كان شايف إن الروس بيتعاملوا مع القيادات المصرية بنوع من الغطرسة. وذكرت بعض المصادر إن البطل المذكور من رئيس أركان الجيش الروسي مشادة كلامية، وده اللي خلى القيادات الروسية تقدم شكوى للرئيس جمال عبد الناصر لأن الروس كانوا عاوزين يسيطروا على القوات المسلحة المصرية ويكونوا متحكمين في الجيش. ولكن البطل الفريق مذكور أبو العز كان شوكة في ظهرهم، وبعد إقالته اتوغلوا أكتر وأكتر لغاية ما جه الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأمر بالاستغناء عن الخبراء الروس. ودي كانت الأسباب المعلنة اللي خلت الرئيس جمال عبد الناصر يقيل الفريق مذكور من قيادة القوات الجوية ويتم إبعاده عن القوات المسلحة وللمرة الثانية. وبعدها قرر البطل إنه يبعد عن الحياة العسكرية تماما ويرجع لقريته. وفي عام 1976 طلبوا الأهالي البطل المذكور إنه يخوضوا الانتخابات البرلمانية، وفعلا دخل الانتخابات ونجح نجاح ساحق. ولكن تم حل البرلمان بعد كده من خلال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد معارضة بعض الأعضاء لاتفاقية السلام اللي كانت هتتم ما بين مصر وإسرائيل. ورفض البطل بعد كده إنه يترشح مرة تانية وبعد عن الحياة العامة تماما، وفضل في قريته لغاية ما توفى البطل مذكور أبو العز في أكتوبر عام 2006 عن عمر 88 سنة. ودي كانت قصة البطل مذكور أبو العز، واللي يا ريت بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده تحكوا قصته لأولادكم وأحفادكم وتعرفوهم بالأبطال اللي ضحوا بحياتهم علشان كرامة البلد دي وما كانوش منتظرين أي مقابل. رحم الله البطل مذكور أبو العز. وهنا انتهت حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله انتظرونا وعظيم جديد من عظماء غيروا التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.